حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، أي قولا يوافق الكتاب والسنة، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إي وربي هذا هو الفوز الحقيقي. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إي وربي هذا هو الفوز الحقيقي. ثم قال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، في السلم، في الحرب، في الشدة، في الرخاء، في جميع الأوقات وفي جميع الأحوال، فإن خير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من البدع والضلالات والخرافات والشركيات. إخوة الإيمان والإسلام، جئتكم مذكرا لا معلما، لأنكم إن شاء الله تعلمون ما أقول ما أقول. انطلاق قول الله جل وعلا: ولم منكم أن توجد منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك يفلحون. وإلى الله جل وعلا: كنتم خير أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إخوة الإيمان والإسلام، مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما يدعو المشركين قائلا: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فكان جوابهم كما حكى القرآن وقال الله عنهم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. والكبر كما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم هو بطر الحق
أي دفع الحق، وغمط الناس أي احتقار الناس، أي احتقار الناس. ولذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحدهم يقول للملوك: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. وكان أحدهم يقول: ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها. نعم أيها الإخوة، لماذا استكبروا؟ لأن العرب فهموا أن من قال لا إله إلا الله لا يدعو لغير الله، وأن من قال لا إله إلا الله لا يستغيث لغير الله، وأن من قال لا إله إلا الله لا يعتقد أن غير الله يضر أو ينفع. قال الله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إذن فهموا معنى لا إله إلا الله، أن من قال لا إله إلا الله لا يدعو لغير الله، لا يدعو للأنبياء كعيسى ومحمد وإبراهيم ويحيى ويعقوب وزكريا وموسى وهارون وشعيب، لأنهم لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم ضرا ولا نفعا. قال الله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر، لا يملك محمد صلى الله عليه وسلم نفعا وضرا. أيها الإخوة، فما بالك بالتعلق بما يسمى بالأولياء والصالحين والقرب وحسن والحسين وسبع وياوكل دعاء لغير الله. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال الله: الدعاء هو العبادة، وما خلقنا الله إلا للعبادة. قال الله تعالى: ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. قلت ما سمعتم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، في السلم، في الحرب، في الشدة، في الرخاء، في جميع الأوقات وفي جميع الأحوال، فإن خير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من البدع والضلالات والخرافات والشركيات. إخوة الإيمان والإسلام، جئتكم مذكرا لا معلما، لأنكم إن شاء الله تعلمون ما أقول انطلاق قول الله جل وعلا: ولم منكم أن توجد منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك يفلحون. وإلى الله جل وعلا: كنتم خير أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. من قول النبي: جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها. نعم أيها الإخوة، لماذا استكبروا؟ لأن العرب فهموا أن من قال لا إله إلا الله لا يدعو لغير الله، وأن من قال لا إله إلا الله لا يستغيث لغير الله، وأن من قال لا إله إلا الله لا يعتقد أن غير الله يضر أو ينفع. قال الله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إذن فهموا معنى لا إله إلا الله، أن من قال لا إله إلا الله لا يدعو لغير الله، لا يدعو للأنبياء كعيسى ومحمد وإبراهيم ويحيى ويعقوب وزكريا وموسى وهارون وشعيب، لأنهم لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم ضرا ولا نفعا. قال الله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله.
لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر، لا يملك محمد صلى الله عليه وسلم نفعا وضرا أيها الإخوة. فما بالك بغيري، فما بالك بالتعلق بما يسمى بالأولياء والصالحين صلى الله عليه وسلم. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إخوة الإيمان والإسلام، مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما يدعو المشركين قائلا: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فكان جوابهم كما حكى القرآن وقال الله عنهم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. والكبر كما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم هو بطر الحق، أي دفع الحق، وغمط الناس أي احتقار الناس، أي احتقار الناس. ولذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحدهم يقول للملوك: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. وكان أحدهم يقول: ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد ومن حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، أي قولا يوافق الكتاب والسنة، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إي وربي هذا هو الفوز الحقيقي. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إي وربي هذا هو الفوز الحقيقي. ثم قال تعالى: وما الحياة الدنيا